مشاهدينا مساء الخير عليكم واهلا بكم في لقائنا المتجدد على شاشة نيو دريم وبرنامج قلب الحدث. احداث كثيرة عديدة هنطلع عليها من خلال مراسلينا في كل محافظات مصر ينقلوا لنا مشاكل المواطنين وآملين في ايجاد حلول لها ان شاء الله. في البداية بنشكر اللواء عادل مصطفى سلامة رئيس حي المنتزه الثاني والجهات التنفيذية للحي لسرعة الاستجابة للبرنامج واستغاثات المواطنين في تقرير الزميل السيد عمران لمنطقة المعمورة البلد والوعد بإيجاد حلول مناسبة لحل مشكلة الصرف الصحي بالمنطقة. ثانيا بنشكر السيد محمد سليمان رئيس مدينة إسنا لاستجابته لبرنامج قلب الحدث وزيارته للشاب المصاب بمرض العظام الزجاجي محمد ربيع الذي كان يحفظ القرآن الكريم كاملا. نطلع للتقرير مع الزميل أحمد عضبة من الأقصر. من قرية حمرة دوم التابعة لمركز إسنا محافظة الأقصر، حيث يسكن محمد ربيع عبد المجيد المعاقل الذي يحفظ القرآن كاملا. وأثناء استجابة السيد الأستاذ محمد سيد سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا لما أذيع ببرنامجنا قلب الحدث كان لنا هذا اللقاء. محمد، أنا كنت عايز أقول لحضرتك إيه شعورك والسيد رئيس مجلس مدينة إسنا السيد الأستاذ محمد سيد سليمان بيزور حضرتك النهاردة في البيت؟ يعني شعوري إن أنا أقدم له الشكر وأقول له بارك الله فيك. يعني انت يعني مش حاسس بسعاده، مش حاسس ان في مسؤول كبير على مستوى مجلس المدينه ويعني يعتبر المسؤول الاول على مستوى مجلس المدينه جه زارك في البيت، فده طبعا حاجه كويسه بالنسبه لك يعني؟ لا انا اكيد سعيد عشان قبل كده ما فيش مسؤول جه زارنا ولا اي حاجه. السيد الأستاذ محمد سيد سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، أولا احنا شاكرين لاستجابة حضرتك السريعة، ودي كعادة حضرتك طبعا استجابة حضرتك للحالات الإنسانية ولحل مشاكل التي يعاني منها المواطن الإسناوي. أولا أنا بشكركم، وأنا بشكر الأخ محمد، وده واجب علي أن أنا أنتقل إليه إلى محل إقامته وأشوف متطلباته. وإحنا مكلفين كمسؤولين إن الرعية أيا كان موقعه، وهنشوف احتياجاته كلها بإذن الله تعالى. وأنا فخور به، لأن رغم أن حالته دي أن رجل من حفظة كتاب الله وبيدرس في الأزهر الشريف، يعني رجل فقيه وراجل بيحفظ كتاب الله، وأنا من يعني كمسؤول أنا خدامه وخدام كل من يحفظ كتاب الله وسنة رسول الله. برنامجنا قلب الحدث يعني أولا بيشكر حضرتك جدا، ويعني عايز يعرف إيه اللي هيقدمه السيد الأستاذ محمد سيد سليمان يعني لمحمد ربيع عبد المجيد. أولا احنا قدمنا إليه هدية وإن كانت بسيطة اليوم، عبارة عن كراتين من القوات المسلحة طبعا وبطاطين، ولكن احنا سوف نقدم له كشك. انا وهعتمد الترخيص مع السيد رئيس القرية وحامله له. انا تواصلت مع السيد محمود فؤاد نائب رئيس جمعية الأرمان، وانا كلمته عبر الهاتف، والراجل يعني في الحال لأنا مستعد وفورا، وبإذن الله تعالى سوف أصدر له التراخيص للكشك لإعانته على الحياة. وأيضا والده أن رجل يعمل يعني عامل بسيط يوم بيوم. أيضا أنا هكلم الأستاذ محمود فؤاد يقدم له مشية لإعانة والده والحالة محمد على الحياة، وإن يكونوا منتجين وما يحتاجوش إلا ربنا سبحانه وتعالى.
تقول إيه يا محمد لمصر ورجال مصر، يعني زي السيد رئيس الوحدة المحلية اللي هم يعني بين ايديك دلوقتي وبيقدموا لك المساعدات يعني؟ بشكرهم، بقول لهم ربنا يقدركم على فعل الخير ويكتر من أمثالكم. أنا برضو كنت عايز أعرف إيه الكلمة اللي حضرتك برضو توجهها للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وحضرتك من حملة القرآن الكريم؟ إنه يخلي باله من البلد شوية. طيب محمد، احنا بنشكرك جدا، وان شاء الله باذن الله يعني احنا معاك ومصر كلها معاك ومع يعني حفظة القرآن الكريم ان شاء الله. إن شاء الله. السيد الأستاذ محمد سيد سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، احنا بنشكر حضرتك جدا على استجابتك السريعة للحالات الإنسانية التي يقدمها برنامجنا قلب الحدث. على فكرة ان احنا كمسؤولين امام ربنا سبحانه وتعالى وامام قيادتنا الحكيمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، هناك تكليف من السيد عبد الفتاح السيسي لنا ولكل مسؤول في جمهورية مصر العربية، لابد والنزول إلى الطبقات الكادحة ولا بد وتقديم كل المعونة. وأنتم ترون أن إسنا النهاردة المجتمع المدني ممثل في الأرمان ومصر الخير واسمعونا وتحيا مصر، ومصر المحروسة أصبحت لها بصمة واضحة في إنشاء العديد من المنازل وتقديم الماشية وكافة المساعدات من أكشاك وخلافه. وإن السيد عبد الفتاح السيسي لن ينسى هذه الطبقات، وهناك تكليفات لنا لا بد من أخذها والأخذ بيدها وتقديم كل العون لها. وأشكركم هذه القناة وأشكر كل من يتقدم بالخير لمثل هذه الحالات. شكرا لك. شكرا فندم. حاج ربيع عبد المجيد، انا عايز يعني اعرف شعور حضرتك ايه، وان النهارده في مسؤول كبير في مجلس مدينه إسنا بيزور حضرتك السيد رئيس الوحده المحليه اللي شرفنا ولا زادنا شرف يا بيه. هو طبعا يعني ان شاء الله في خدمات هتتم باذن الله يعني محمد ربيع عبد المجيد الحافظ لكتاب الله، فان شاء الله باذن الله يعني الوحده المحليه لمجلس ومدينه إسنا ان شاء الله هيتم يعني الحصول على كشك باذن الله من جمعيه الأورمان بالتنسيق مع السيد رئيس الوحده المحليه. عايزك تقول ايه يعني للرئيس الوحده المحليه؟ نقول له مش شاكرين وبارك الله فيك، هذا كل مجهود بجهودياته وربنا يجعل ميزان حسناته. احنا بنشكر حضرتك جدا. شكرا لبارك. من قرية حمردوم التابعة لمركز إسنا محافظة الأقصر، كان معكم أحمد أبو عتبة لبرنامج قلب الحدث. مدينة برج العرب مدينة جديدة، وهي الامتداد الطبيعي لمحافظة الإسكندرية، وكان لكاميرا قلب الحدث السبق في تصريحات العميد مهندس أحمد الدسوقي وكيل أول وزارة ورئيس جهاز مدينة برج العرب في طرح أراضي سكنية وأيضا وحدات سكنية عن طريق القرعة. وأيضا كان هناك بعض التساؤلات والاستفسارات نقلتها لنا الزميلة أماني علام، تصوير أبو عمرو خليفة من داخل مبنى جهاز مدينة برج العرب. وكان لنا لقاء مع السيد العميد مهندس أحمد الدسوقي وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز مدينة برج العرب، ولدينا بعض التساؤلات والاستفسارات. سيادة العميد مهندس أحمد الدسوقي، الأهالي تناشد سيادتك التدخل لدى بنك الإسكان والتعمير بإعفاء الوحدات السكنية من غرامات التأخير المستحقة على أقساط كما تعودوا من حضرتك. فمتى يكون أحمد الدسوقي وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز مدينة برج العرب؟ أهلا بحضرتك معنا. كان عندنا بعض التساؤلات. الأهالي بتسأل سيادتك عن إزالة الغرامات المستحقة على تأخير السداد عن وحداتهم السكنية. كان متبع من قبل انها بتتزال للتسهيل عليهم، فهل هذا متاح دلوقتي؟ الغرامات اللي موجودة على الوحدات السكنية عموما بتبقى مركزية، بتطلع بتعليمات من الوزارة وزارة الإسكان من فترة للتانية، يعني كل سنة أو كل فترة معينة بناء على طلب الناس والشكاوي بتاعتهم بتطلع تعليمات من الوزارة بتخفيض الغرامات دي أو بإزالتها. الكلام ده طبعا ما عندناش بيه تعليمات دلوقتي، لكن منتظر الكلام ده اتعرض على سيادة الوزير من كتر ما ناس كتيرة طلبت ان الظروف الاقتصادية والغرامات دي ساعات بتبقى اكتر من قيمة القسط اصلا، فطلب الكلام ده ومعروض عند سيادة الوزير، وهو وعد ان هو هيبت فيه وهيحاولوا يصدروا قرارات برضو خلال الفترة القادمة ان شاء الله. الكثير من العمارات السكنية في حالة سيئة تحتاج لصيانة من صرف صحي، فهل هناك إجراءات متخذة لإجراء هذه الصيانة؟
والله حضرتك لو هنتكلم على الصرف الصحي داخل العمارة ولا خارج العمارة، لو خارج العمارة دي مسؤولية الجهاز وشركة الصرف الصحي. بنبلغ شركة الصرف الصحي بالأعطال اللي موجودة وبنتابع معاهم لغاية ما تتصلح. وأعتقد إن المشاكل ما تبقاش من بره، المشاكل بتبقى لشبكة الصرف نفسها بتاعة العمارة، اللي هي مسؤولية اتحاد الشاغلين بتاع العمارة. يعني ايه اتحاد شاغلين؟ يعني حضرتك كل مجموعة سكان ساكنين في عمارة بيعملوا اتحاد شاغلين ما بينهم، بيعينوا رئيس مجلس إدارة وأمين صندوق للصرف على العمارة. العمارة ليها عمر بيفضل في عهدة الشركة اللي خلصتها، حوالي الضمان تقريبا ضمان العشر بيقعد 10 سنين. بعد 10 يعني لو 10 سنين حصل حاجة في صرف العمارة أو في الحاجة داخل العمارة، بنبعت نجيب الشركة المنفذة علشان خاطر تصلح العطل ده. بعد 10 سنين المفروض ان اتحاد الشاغلين بتاع العمارة هو اللي بيبدأ يصلح اي اعطال داخلية. الاعطال الخارجية دي بتبقى على زي ما قلت لحضرتك شركة الصرف وجهاز المدينة داخل بتاعتها. كل ده الجهاز حاطه في خطة، احنا عاطين خطة 5 سنين بادئين السنة دي بحوالي 26 عمارة في مناطق اللي هي تعتبر اقدم عمارات موجودة في المدينة، من خلال 3 عمليات رفع كفاءة لهذه العمارات والمناطق المحيطة بها. ده الكلام ده طبعا في الحي الاول، السكن الاول اللي هو يعتبر اقدم حي في المدينة. وان شاء الله خلال ال5 سنين الجايين احنا عاملين خطه لاكثر من 150 عماره رفع كفاءه ان شاء الله. طب هل في إجراءات متخذة لإجبار السكان أن تخضع لهذه إجراءات الصيانة؟ هو انا ما بقدرش اجبر الساكن على كده، لان هو اوريدي هو خد العماره، خد شقته، وفي اللي خدها وباعها وفي اللي خدها واجرها. فاحنا بنفتح دلوقتي ملفات ليهم في اداره اتحاد الشاغلين في الجهاز. احنا بنبعت في الجوامع وبنبعت في كل التجمعات، بنقول لهم يا جماعه تعالوا اعملوا اتحاد شاغلين لكل العمارات. لو انتوا عايزين ترفعوا كفاءه العماره وعايزيننا نحطها في خطه التطوير الخارجيه، لازم يكون في اتحاد شاغلين عشان انتوا كمان تطوروا داخلي. ما ينفعش انا مثلا اغيروا شبكه الصرف الخارجي وتكون الشقه نفسها فيها مشكله من جوه ترجع ترشح تاني تبوظ اللي انا بعمله. فاحنا بنقول ايه، العمارات اللي داخله في التطوير دي بتاع اول عمارات يمكن بداوا الناس يعملوا لها اتحاد شاغلين، يبداوا يصرفوا عليها من جوه عشان احنا نصرف عليها من بره. طب بالنسبة للحزام الأخضر وموضوع الإزالات ماذا تم فيه؟ والله هو الكلام كان كتير الفترة اللي فاتت على الحزام الأخضر والإزالات اللي تمت عندنا في المدينة. الإزالات دي تمت بتعليمات من اللجنة المشكلة لاسترداد واسترجاع أراضي الدولة اللي كانت برئاسة إبراهيم بيه محلب مساعد رئيس الجمهورية. واللجنة دي مشكلة على أعلى مستوى، هي اللي بتدي قرارات بهذه الإزالات. والمعروف عندنا بقى كل الأراضي اللي عليها مخالفات، الأراضي اللي عليها تعديات بتتحصر واتبعتت، واللجنة درستها ومطلعين بيها قرارات إزالة، وبتبدأ تدي توقيتات بإزالة هذه المخالفات. أول قرار بدأ يتنفذ في مدينة برج العرب الجديدة، اتنفذ يوم 3/4. طلعنا نفذنا قرار رجعنا 1050 فدان تقريبا. القرار كان عبارة عن 3 أراضي زراعية متعدى عليهم، وكانوا مزرعتين موجودين على مساحات كبيرة. طبعا الأراضي دي تقريبا اتقيمت بعد ما استردت بحوالي 260 مليون جنيه، رجعت لحق الدولة. كان من الناس كانت مغتصباها وقاعدة عليها بدون وجه حق. مشاكل الحزام الأخضر عندنا أصلا بتتقسم لجزئين. جزء منهم تم هنقول ايه، الجزء اللي اتعمل له ملفات والمفروض ان هو بيتقنن مقسوم عندي لجزئين. جزء قبل سنة 2006 ودول حوالي 631 ملف، وجزء من سنة 2006 لسنة 2010 2009 بالظبط، يعني لو هنتحرى دقة يعني كان حوالي 1461 ملف. اجماليهم تقريبا دخلنا في حوالي 2000 ملف. دي الناس اللي ليها ملفات مفتوحة معايا. في ملفات ناس دفعوا فلوس، وفي ملفات ناس خدوا عقود، وفي ملفات ناس دفعوا 25% مثلا وما كملوش، وفي ناس ما جوش اصلا اثبتوا جدية ولا زرعوا ولا كملوا الاجراءات بتاعتهم. دول اللي بيتاخد عليهم دلوقتي اجراءات الازالة. لكن اللي له ملفات واللي له عقود واللي دفع جزء من المبلغ بنحاول نطلع له دلوقتي قرارات تانية لاستكمال السداد علشان نتصالح معاهم، يجوا يدفعوا اللي عليهم ويبدأ يتعمل لهم الإجراءات بتاعتهم. الناس اللي ليها ملفات وما لهاش ما كملتش إجراءات أو ما لهاش سند قانوني، هي دي اللي بيتطبق عليها قرارات الإزالة. بالإضافة طبعا لفترة التعديات اللي حصلت 2010 2011، في ناس كتيرة جدا حطت إيديها على الأرض بدون وجه حق. دول أول ناس عاملين لهم أولوية أولى اللي بنزيل التعديات اللي موجودة عليهم. ده موضوع الحزام الاخضر باختصار اللي صار في الفتره اللي فاتت. كان الطلب مني من بعض ال الافراد او بعض الناس المحترمين اللي موجودين في المدينه ان احنا نوقف هذه الازالات. طبعا الكلام ده ما كانش ينفع، التعليمات طالعه من مستوى اعلى، واللي طلب منهم ان الكلام ده لازم يتلغي برضه عن طريق المستوى الاعلى مش عن طريقنا. ونفذنا قراراتنا وازالاتنا ومستنيين اي تعليمات جديده تصدر تاني.
سيادة العميد، اسمح لي أقول لك إن أنت قمت بجهد مشكور بعمل أرقام للتكاتك، والخطوة دي لقت استحسان كبير من الأهالي هنا في المدينة. ولكن في نسبة كبيرة لسه من التكاتك ما عليهاش الأرقام، وما فيش آلية بتحكم هذه الظاهرة. فيا ترى حضرتك هتعمل إيه لمحاربة هذه الظاهرة؟ حضرتك برضه يعني من الحاجات اللي قابلتني اول لما جيت ان ما عنديش اداره مرور شغاله في مدينه برج العرب الجديده، وطلبت الاستعانه باداره المرور من اسكندريه. كان في صعوبه انهم يتواجدوا معايا بصفه مستمره، فاضطرينا نعمل الاجراء ده كخطوه احترازيه. يعني احنا بنقول ايه، اللي مش قادرين نقننه او نمنعه على الاقل بنعرف بياناته ايه، عشان لو عمل مشكله نقدر نجيبه. فكان بناء عليه يعني بلغت الناس عندي بتوع الامن وبتوع شرطه التعمير ان هم يحصروا جميع التكاتك اللي موجوده داخل المدينه، يتعمل لكل توك توك منهم ملف ببياناته ببيانات صاحبه. الكلام ده خد مننا حوالي مثلا 3 شهور مجهود، وسجلنا فيه اكتر من 900 توك توك كانوا موجودين داخل المدينه. يعني لغايه 6 شهور فاتوا كان ده اللي موجود عندنا. التكاتك اللي موجوده دلوقتي اللي حضرتك بتقولي عليها من غير ارقام دي كلها جت جديده بقى، اللي جاي من القرى اللي حوالينا والنجوع اللي حوالينا، لانه لاقي ان الرجل بدات تدب عندنا في المدينه، فجاي يدور على شغل جديد في المدينه. فالخطوه اللي اتعملت السنه اللي فاتت هتتعمل تاني السنه دي، هنحصر بقيه الجديد ده، لان احنا بنقبض عليهم فعلا. اللي بنلاقيه ماشي من غير النمر دي، او اللي نلاقيه ماشي عكس الاتجاه، بنقبض عليهم ندفعه غرامه، او بنقبض عليه وبنجيب ولي امر لو كان هو سنه صغير، بناخد معاه اجراء قانوني يعني. فالكلام اللي اتعمل من سنه هيتعمل تاني ان شاء الله، وهنحصر بقيه التكاتك دي. هو برضو ده اجراء احترازي، مش مفروض ان انا ادخل معايا اداره المرور هي اللي تعمل الكلام ده، بس انا ما عنديش اداره مرور، فانا بقوم بيه كجهاز. عميد أحمد إبراهيم، عايزين نسأل عن الموقف العمومي، إمتى هيرجع مكانه الطبيعي في المدينة؟ هو مكانه الطبيعي كان فين؟ هو كان عندي موقف عمومي. انا اول ما جيت لقيت موقف مكسر ومبهدل عند مدخل المدينه عند محطه السكه الحديد. الموقف ده رفعنا كفاءته وصرفنا عليه. من برضو يعني بصراحة مجلس الأمناء ما بتأخرش معانا في أي حاجة تطلب صالح المدينة. تم رفع كفاءته وجاري حاليا يعني أعمال التسليم النهائي ليه. اترفع كفاءته كأرصفة، واترفع كفاءته بأسفلت، وكان في كافيتيريا كانت متكسرة وكانت متبهدلة اترفعت كفاءتها، وهتطرح كمان لخدمة المواطنين، بحيث ان هنقل ليه ان شاء الله كل الميكروباصات والاتوبيسات اللي موجودة داخل المدينة. حته ان انا انقل الناس من جوه المدينه لبره المدينه دي محتاجه تربيط وتنسيق اكتر بيني وبين اجهزه الامن اللي موجوده في مدينه برج العرب. يعني اسم الشرطه بالاضافه لشرطه التعمير واداره الامن عندي، وبرضو هبعت اجيب ناس من اداره المرور عشان ابدا اسيطر على موقف جديد هيشتغل. اقدر اجمع فيه الاماكن دي كل الميكروباصات والعربيات دي كلها، وفي نفس الوقت اربط ما بينها وما بين المدينه عشان اخلي الناس تروح تركب من هناك. يعني انا برضو مش هنقلهم بعيد وادور لهم على وسيله مواصلات ينزلوا بيها المدينه ازاي. هل ده بيعاكس شغل القطار داخل المدينة؟ لا خالص، ده بالعكس، ده هيخدم شغل القطار، لان القطر محطته في ظهر الموقف الجديد ده اللي احنا رفعنا كفاءته وهنشغله اعتبارا من الشهر الجاي. ده في ظهر محطة القطر الرئيسية بتاعت المدينة، محطة 25 يناير. يعني هيخدم على القطر، حتى اللي هيجي من بره يركب القطر عايز ينزل المدينة هيعدي يركب الميكروباص وينزل بيه على جوه المدينة، بدل ما كان برضو بندور على ازاي نجيب الناس من المحطة ندخلهم ونخرجهم من المحطة تاني. الكلام ده كله هيبقى متيسر وهبعد الزحمة عن وسط المدينة. الكلام ده بس محتاج شوية تنسيق. هو الموقف تقريبا جاهز، واحنا بنجهز في الخطة دلوقتي بتاعت النقل، يمكن خلال ايام، خلال اسبوعين ولا حاجة هيكون الموقف اتنقل لمكانه الطبيعي ان شاء الله. سيادة العميد، ما هي خطة سيادتك المستقبلية لتطوير مدينة برج العرب وتكون الامتداد الطبيعي لمدينة الإسكندرية؟ بص حضرتك، هي مدينة برج العرب اتعمل فيها في الفترة اللي فاتت شوية خدمات احنا بنطمع ان احنا نكملها. يعني انا خطتي الفترة الجاية ان شاء الله ان احنا جميع الخدمات اللي ممكن تؤدى لسكان المدينة ممكن تؤدى داخل المدينة. بمعنى احنا فتحنا مبنى سجل مدني، فتحنا مكتب تموين، حاليا بنستعد عشان نفتح مكتب جوازات داخل المدينة. بنجدد الشهر العقاري داخل في خطة التطوير. كل الإجراءات اللي حضرتك ممكن تتخيليها لأي مواطن محتاج إنه ما يخرجش من المدينة. ملاعب خماسية بنرفع كفاءتها. مناطق ترفيهية جاري حاليا في منطقة هيتم افتتاحها خلال شهر واخدها أحد المستثمرين، وفي منطقة تانية احنا طرحناها عشان نطورها عشان نبدأ نعملها. بنعمل سوق مجمع، سوق مجمع لليوم الواحد، وما عندنا سوق الأربع. يعني كل الحاجات اللي ممكن تخدم على المواطن علشان يعيش بطريقة محترمة بدون ما يتكبد عناء النزول لإسكندرية أو لأي قرية من القرى اللي حوالينا، احنا بنحاول نوفرها له. وسائل مواصلات، رفع كفاءة للطرق،
الزراعة طبعا عندي حضرتك لا تتخيلي كم الزراعة والجمال بتاع الحدائق اللي تم افتتاحها ورفع كفاءتها خلال الفترة اللي فاتت. أنا خطتي لتطوير المدينة إن أنا أوفر للمواطن كل الخدمات اللي هو محتاجها. كمية إسكان اجتماعي ما حصلتش قبل كده، يمكن ميزانية الإسكان الاجتماعي بس خلال السنتين دول تعادل ما تم إنفاقه على المدينة من إسكان من تاريخ إنشاء سنة 79. يعني 14,000 وحدة سكنية نازلين إسكان اجتماعي عندي حوالي 624 وحدة إسكان متوسط، بخلاف قطع الأراضي المتميزة اللي نازلة. فلا أنا خطتي طبعا تطوير المدينة إن أنا أخلي المدينة تمتلي بالسكان، والسكان دول يلاقي احتياجاتهم موجودة وما يبقاش فيه شكوى ان شاء الله من اللي احنا بنشوفه. طبعا مشاكل القمامة انتهت، يعني كل المشاكل اللي حضرتك احنا بنتكلم عنها دي احنا خلصناها. فهي الخطة ان انا اخلي الناس تبقى قاعدة تحس انها في مكان متطور، مكان حضاري يمكن مش متواجد في جمهورية مصر العربية ان شاء الله. نتوجه بالشكر لسعادة الصدر سيادة العميد أحمد دسوقي وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز مدينة برج العرب. من جهاز مدينة برج العرب كان معكم محمد غبارة وأماني علام. وفي مدينة برج العرب وكان لقاء مع الدكتور أشرف النحراوي مدير عيادة برج العرب للتأمين الصحي ورئيس لجنة الصحة ليجيب على بعض التساؤلات. نطلع للتقرير مع الزميلة أماني علام، تصوير أبو عمرو خليفة. ومن داخل جهاز مدينة برج العرب كان لنا لقاء مع الدكتور أشرف عنتر النحراوي مدير عام التأمين الصحي ببرج العرب الجديدة ورئيس لجنة الصحة بمجلس أمناء برج العرب. كان لنا بعض التساؤلات عن الصحة في المدينة. الأول بنرحب بحضرتك. أهلا بحضرتك وبقناتكم الموقرة، وإن شاء الله يكون حوار خفيف على السادة المشاهدين بإذن الله. في المستشفى العام للعيادات الخارجية عادة تعاني من الازدحام الشديد. المكان المخصص كمان ما بيستوعبش أعداد كبيرة. ما هي خطة حضراتكم لعلاج هذه الظاهرة؟ والله هو المستشفى العام حاليا أنا باعتبار رئيس لجنة الصحة في مجلس أمناء بيبقى لنا وضع تقارير وإشراف على الأداء الصحي بما فيها مستشفى مدينة برج العرب، ودي بتتبع مديرية الشؤون الصحية أو وزارة الصحة. هم حاليا بيمروا بظرف استثنائي في المستشفى لأن في تطوير شامل لعمل عناية مركزة بالمستشفى، وده ما كانش موجود قبل كده. وفي تعاون بين جهاز مدينة برج العرب وبين متمثل في العميد أحمد دسوقي ورئيس مجلس أمناء المدينة ووكيل أول وزارة الصحة الدكتور مجدي حجازي. وبصراحة الناس كلها متعاونة لأن احنا نطور الأداء الصحي في المستشفى المركزي. ما كانش عندنا عناية مركزة. الجهاز اعتمد مبالغ هو مجلس الأمناء، وتعاون معنا الدكتور مجدي وكيل أول الوزارة لتحديد وتطوير الأداء بالنسبة للأطباء. وحاليا جاري الإنشاءات لعمل عناية مركزة، وده وضع استثنائي بالنسبة للزحام، وإن شاء الله بيتم التوسع الأفقي والرأسي في المستشفى لحل هذه المشكلات. بخصوص التأمين الصحي يا فندم، هناك في تخصصات غير موجودة داخل العيادات وبيتم تحويل المرضى لعيادات في اسكندرية. فما هي الخطة الموضوعة من سيادتكم لاستكمال هذه الخطة؟ هو ده فعلا موجود، ان في نقص في بعض التخصصات في التأمين الصحي. وانا باعتبار المدير العام للتأمين الصحي في خطيبنا السيد رئيس الهيئة الدكتور علي حجازي والدكتور محمود الكسباني مدير عام فرع شمال الدلتا والمسؤولين عندنا، وكان في سرعة استجابة ان احنا نحاول نيسر على المواطنين في مدينة برج العرب ان احنا تعاقدنا في التخصصات الغير موجودة، ودي بتخضع لإرادة المريض. يعني ان احنا تعاقدنا مع المستشفى المركزي في مدينة برج العرب في كافة التخصصات، فلينا ان احنا نحوله داخل المدينة اذا كان في بعض التخصصات مش موجودة، وللمريض الاختيار انه ينزل مستشفياتنا او بقية عياداتنا بالاسكندرية التابعة للتأمين الصحي، او انه يتحول للمستشفى المركزي، وده وضع قائم للتسهيل على الناس. طب ايه الخطة المستقبلية لحضرتك لتطوير منظومة الصحة من داخل مدينة برج العرب؟ تطوير منظومة الصحة مش محتاجة جهود فردية، ده محتاجة جهود جماعية وجهود أكبر مننا. بمعنى إيه؟ احنا عندنا في مدينة برج العرب مقدمين او في كافة انحاء مصر الخدمة الصحية بتؤدى بمنشآت معينة. يعني مثلا عندنا برج العرب في عندنا مستشفى جامعي، في عندنا مستشفى مركزي ووحدات صحية ومركز صحي، في عندنا تأمين صحي. الثلاث مؤسسات بيأدوا الخدمة الصحية للمواطنين.
كان شغلنا كله في مجلس أمناء مدينة برج العرب والجهاز وكلنا بشكل عام على ان احنا نعالج القصور عندنا. فمثلا في المستشفى المركزي زي ما قلت لحضرتك ان ما كانش عندنا عنايه مركزه، حاليا جاري انشاء عياده وحده عنايه مركزه على اعلى مستوى. في التامين الصحي تم التوسيع الافقي عن طريق ان احنا تعاقدنا مع المستشفى المركزي في كافه التخصصات عشان تكون امتداد لينا. وحاليا السيد رئيس هيئه التامين الصحي الدكتور علي حجازي عمل ميزات للاطباء كحافز، عمل حافز اضافي بنسبه 100% لجذب الاطباء للتامين الصحي ليعملوا بالتامين او بغيره من العيادات او المستشفيات الخاصه بالتامين كميزات ليهم وكدافع وحافز ليهم. المستشفى الجامعي ايضا كان لنا دور كمجلس امناء مدينه برج العرب والجهاز، ان احنا كان لنا لقاءات مع الدكتور ابراهيم مخلص عميد كليه الطب لتشغيل المستشفى الجامعي، وبالفعل تم تشغيلها كعيادات خارجيه كبدايه، لان تشغيل المستشفى بكامل طاقتها كداخلي وكجراحات متخصصه وغيره بيحتاج لجهود جباره وامكانات هائله. انما كبدايه كخطوه على الطريق الصحيح بدأنا بالتشغيل العيادات الخارجية، وأصبح كل يوم في استشاريين بيجوا من اسكندرية للكشف على المرضى والتعامل مع الحالات المرضية. وأعتقد ده إنجاز مش هين وفي فترة بسيطة. والحمد لله بدأنا نستكمل بقية القصور في الخدمة الصحية بالتعاون مع السيد وكيل وزارة الصحة والسيد وكيل وزارة التأمين الصحي ورئيس جامعة اسكندرية وجهاز المدينة، وكل الناس متعاونين صراحة لتطوير الخدمة الصحية في برج العرب. في نهاية لقائنا بنتوجه بالشكر لحضرتك دكتور أشرف النحراوي مدير عام التأمين الصحي ورئيس لجنة الصحة في برج العرب. بنشكر حضرتك. كل الشكر لكم يا فندي والفندم والقناتكم الجميلة وللسادة المشاهدين. من مدينة برج العرب كان معكم محمد غبارة وأماني علام لقلب الحدث. ومعانا لقاء مع رئيس حي الجمرك اللواء خالد محي الدين، حيث تم إقامة معرض للصناعات الصغيرة بمنطقة القلعة تحت رعاية المهندسة حسنات قاروصة بالقلعة كلاب برعاية المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية. نطلع من التقرير للزميلة شيرين محمد وتصوير محمد عمر. مشاهدين وحلقة جديدة بمنطقة قلعة قايتباي بالإسكندرية، ولقاء هام وأحداث جديدة لتنمية وتطوير السياحة بالإسكندرية تحت رعاية السيد المحافظ المهندس محمد عبد الظاهر، وتحت رعاية السيد اللواء خالد محي الدين رئيس حي الجمرك. ولنا هذا اللقاء معه. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا يا فندم، منورين اسكندرية. أهلا بيك يا أستاذة شيرين. أهلا بحضرتك يا فندم. أحب أعرف من حضرتك إيه هي الخطوات الجديدة واللي تنمية منطقة قلعة قايتباي. قلعة قايتباي بتعتبر من المناطق المميزة على مستوى الإسكندرية والمناطق الفريدة لوجود القلعة بيها، وما في مصطاف أو سائح بينزل اسكندرية غير لما بتبقى دي المقصد الرئيسي لازم نزوره، لو ما زارهاش اسمه ما دخلش الإسكندرية. وبالنسبة للسكندريين بتبقى تيمنا دايما في حفلات الزواج لازم يزور قلعة قايتباي بالليل. احنا طبعا نظرا لانه معلم سياحي تاريخي فريد لازم ان هو يتم تطويره وياخد من الاهتمام الكافي بما يليق به كمعلم او اثر فريد قلعة قايتباي. حطينا خطة لتطوير القلعة وخطة شاملة بالتنسيق مع جهاز تعمير الساحل الشمالي ومع المقاولين العرب، والخطة دي شاملة الإضاءة والتطوير والترميم كاملة للمنطقة القلعة، علاوة طبعا للإشغالات اللي كانت موجودة في القلعة من باعة استحوذوا على الأرصفة وخدوا الأماكن الستيلة، وطبعا هيتنظم لهم منظور بحيث ندي المكان بما يستحق من بعد تاريخي وحضاري وسياحي. تمام جدا يا فندم. طيب ايه هي الخطط الشبابيه القادمه لتنشيط السياحه؟ يعني ايه ممكن ان احنا نقدر حضرتك تقوم بيه من تطويرات، او ايه الخطط التطويريه اللي حضرتك هتقدمها لمنطقه القلعه لتنشيط لجذب السياح هنا للمنطقه من جديد؟ حضرتك مجرد تطوير منطقه القلعه الشامله من حيث النظافه ومن حيث الرؤيه الحضاريه والدعايه لمنطقه القلعه، ويجي السائح يشوفها يلاقيها فعلا هي زي ما بيشوفها في الكتاب. علاوه ان في بعض الانشطه والحراك من بعض سيدات الاعمال، احدى سيدات الاعمال في الاسكندريه لها رؤيه ولها منظور
قامت بحدث فريد بمنطقه قلعه قايتباي. ده برضو من ضمن الاحداث اللي هي بتساعد على تطوير او بتدي دعم لمنطقه القلعه. فعملت النهارده يوم الجمعه عامله معرض، المعرض ده بيروج للسياحه، المعرض ده بيدعم للاستثمار، المعرض ده بيغير الشكل، بيدي شكل منظور حضاري لمنطقه القلعه. فدي من ضمن الاحداث يعني اللي انا شايفها النهارده من حضرتك يوم الجمعه. وايه هي خطط حضرتك بالحي الجمرك كحضرتك مسؤول عن الحي ككل في التطوير الجديد؟ حي الجمرك من اعرق احياء الاسكندريه، لان الحي له بيعتبر بيتميز عن باقي الاحياء انه حي عريق، حي قديم، في معالم دينيه وفي معالم سياحيه وفي مباني اثريه ذات طابع معماري فريد مش موجود في اماكن تانية. يعني على سبيل المثال احنا عندنا من المباني التراثيه هنا اللي لها بعد تاريخي مبنى سراي الحقانيه، مستشفى الملكه نزلي سابقا، عندنا مبنى حلقه السمك، عندنا القبر النصب التذكاري للجندي المجهول. كل دي مباني اثريه. علاوه عندنا منطقه المساجد زي ما بنلاقي فيها مسجد ابو العباس ومسجد البوصيري ومسجد ياقوت العرش. علاوه على المتاحف في المنطقه اللي انا موجود فيها في قلعه قايتباي، متحف الاحياء المائيه، وفي المعهد القومي للدراسات علوم البحار، وكليه العلوم لها قسم دراسه اعالي البحار، وفي المتحف اليوناني، وفي متحف وفي النادي، نادي الصيد ونادي اليخت. فدي كلها معالم بيتميز بيها حي الجمرك. تمام يا فندم. والآن لنا لقاء مع أحد الشخصيات البارزة بالإسكندرية، أحد المستثمرين، وهي السيدة الملقبة بسيدة القلعة، السيدة المهندسة حسنات عروسة. أهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا فندم. اول حاجه بحب اعرف من حضرتك ليه حضرتك لقبتي باللقب الكبير ده؟ والله هو اللقب ده يعني يشرفني، وانا صعقت لما سمعته، بس هو يظهر ان علشان حي الجمرك ما فيهوش مستثمرين سيدات اساسا، وعلشان المكان هنا كان مهمل بقاله فتره طويله يعني لاسباب كتير من الثوره وكده، فالمكان كان صعب ان حد يخشه حتى من الرجاله. كان لقوا واحده ست داخله في القلعه ومنتهى التحدي، ونصحوني كتير بصراحه ان بلاش حي الجمرك، بلاش عند القلعه، المشاكل هناك كتير والتحديات عاليه جدا، وبعدين داخله باستثمار فهيبقى الريسك فيه عالي. فلما اخدت التحدي ده وقابلته الناس بقت لا راحوا يدوني لقب كده قوي عليا شويه. لا بس حضرتك تستحقيه. الله يخليك تسلمي. الحقيقه انا بصراحه برضه لازم اشكر لواء خالد، لان احنا واخدين المشروع ده تقريبا داخلين على بقالنا سنه هنا اهوت، والمعوقات دي كنا يعني معانا من اول يوم، وبصراحه من ساعه ما لواء خالد مسك هنا حي الجمرك وانا شايفه مسانده للمستثمرين قويه، ولما بلجأ له في حاجه بصراحه يعني الراجل معانا على طول، يعني يشكر لهذا بصراحه. وبحب اعرف راي حضرتك في فكره المشروع. والله هي فكره ناجحه وفكره رائده، واحنا بنحيي اي افكار داعمه للاستثمار او داعمه لتطوير المكان وداعمه للسياحه، وانا بعتبرها ان دي باكوره الافكار، والفكره دي هتولد افكار اخرى، والنجاح بيجيب نجاح. فان شاء الله انا بشجع وبأثني على حدث اليوم اللي هو مجموعه معارض، يعني معرض بيتم فيه علاوه طبعا بنشكر سيده الاعمال المستثمره، نقول المتحمسه دائما، صاحبه الافكار، الاستاذه حسنات. دي نعتبرها دعوه عامه من حضرتك للمستثمرين ككل. اهلا وسهلا بكل المستثمرين على ارض حي الجمرك وفي منطقه قلعه قايتباي، والايام القادمه ستشهد مزيد من الافكار ومزيد من النجاح، وانتوا اللي هتقولوا كده، مش انا. يعني انا مش هخلي الكلام اللي احنا بنقوله ده احلام يقظه، بقدر ما احنا نقولوه فعل على ارض الواقع. طبعا وكمان من حضرتك ان يكون دي مش نقول ان هي خطوه بدايه للاستثمار او للتطور وتنشيط السياحه، ما تكونش نهايه. واحب اعرف من حضرتك ايه ممكن تكون هي نشاطات حضرتك حتى لو كانت بسيطه للتطوير. والله النشاطات عندنا احنا اساسا مطعم وكافيه، فده النشاط الاساسي، بس احنا علشان المساحه عندنا كبيره والموقع الاستراتيجي اللي احنا فيه جنب القلعه، فانا برحب دايما باي مؤسسه، اي جهاز حكومي حتى عايز يعمل اي مؤتمر
هنا او عايز اي لقاءات تتعمل هنا في القلعه، ده المكان مؤمن جدا جاهز، والمساحه تسمح لاعداد كبيره، فما عنديش اي يعني اسمها ايه، يعني عايزه اقول ايه، ده انا اللي بدعو، انا اللي اتمنى ان انا اعمل ده، لان ده واجب وطني كمان قبل ما يكون استثمار وقبل ما يكون يعني مصلحه خاصه ليا. لا احنا لازم نعمل حاجه لان حي الجمرك اساسا بنقول يعني القلعه حي الجمرك يتميز بان القلعه فبالتالي احنا لازم كحي وكسياحه نستغل الموضوع ده اكتر من هو مجرد السائح بيجي يخش عندنا القلعه ويطلع. تمام. في نهايه اللقاء احب اشكر سياده اللواء رئيس حي الجمرك وسياده المهندسه المستثمره القويه، وبنهي اللقاء مع حضراتكم، وكان لقاء قوي. كان معكم شريهان محمد. الاستغاثه للساده المسؤولين من محافظه الغربيه بتتلخص في طبيعه عمل محطات رفع الصرف الصحي في كفر الديف بزفته، بتقوم بصرف مياه المحطة على بحر العباسة بزفتة، واللي بيشرب منها أهالي الغربية. محطة الرفع بمحل تروح تقوم بصرف مياهها على ترعة 100 يزيد بيشرب منها أهالي كفر الشيخ. نطلع للتقرير مع الزميل محمد. والتقينا الآن بأحد الأهالي لكي نتعرف على المشكلة. نتعرف بك. الحاج سعيد أبو شعيش على الصقر من بلدو، قرية بلدو مجاور للمعهد. احنا طبعا بنعاني من المشكلة ديت من سنين، وطالبنا أكثر من مرة الوحدة المحلية ومجلس المدينة وبلا جدوى، فاحنا طبعا لجأنا الى حضراتكم عشان حضرتك عايزين يعني ايه تسلط الضوء على المشكله نفسها. يعني المشكله نفسها ان ده الاطفال بتنزل في المصرف وبتقع، والاسبوع من اسبوعين عيل مات بنفس الطريقه دي في البلد. فاحنا طبعا دلوقتي يعني اولادنا دي اللي هيجيب ابنه ويوديه المعهد هيتم حرصه بقى قدام المعهد، مش معقول يعني برضه لازم نراعي الظروف ديت، لان ديت اولادنا واطفال، يعني الاطفال ديت، وبعدين بتنزل برضه في المصرف امراض وامراض الكبد انتشرت في البلد، يعني مش عارفين نعملوا ايه والله. ان شاء الله صوتك ان شاء الله. ومعنا الان احد الاهالي ايضا، نتعرف بك. حق الحاج علي زياده. طبعا انا جار المعهد الديني وشايف المنظر غير اي حد في اخر البلد او مفيش اللي احنا منطقتنا دي. المنظر ده ما يرضيش ربنا. يعني انتوا جايين دلوقتي والمعهد اجازه المدارس في امتحانات، العيل بيطلع من المعهد يجري يروح واقع في المصرف. فاحنا بنجدوا الناس اللي هي في قلوبها رحمه تبص على المنظر، شوف المنظر. فاحنا عاوزين بس يعني نغطي المصرف ده شويه للنهايه كده، زي لما كان طالع له، ما كان في معايا انا الاوراق ومعايا انا الشيكات وعطيتها للاخ عباس بتاع المعهد، لان المعهد كلمته مسؤوله عن اي حد. الناس اللي فيه المسؤولين كلمه، لو راح مجلس المحل كلمته مسؤوله، بس بالمنظر ده فحش. ده نضيف دلوقتي شويه يعني كده نضيف، لكن احنا بتيجي الكراكه بتنظف بس بالمنظر دوت. ريحه صرف بتاع الزراعي والصرف بتاع البلد، مش بلد صغيره، ده في اكتر من 5000 بيت. يعني القريه هنا فيها اكثر من 5000 منزل. 5000 ده بلدين في بعض. دي بلد هي تابعه للمنشاه بس معانا، ونفس الطريقه دي برضه. يعني احنا عاوزين الناس اللي هي مسؤولين بس في المجلس المحلي في بتاع كفر الدوار او في سجيله الوحده المحليه، بص على المنظر ده يرضى ربنا. ولحد دلوقتي احنا ما عملناش حاجه، ما طلبناش حاجه من الحكومه ولا طلبنا حاجه من المجلس. كل الدنيا شغاله دلوقتي بتعمل لها مجلس محلي بتاعنا احنا. وبعدين طلعت العيل بيجري من الشارع من المعهد بيروح ضواجع في قلب المصرف. طب كلمه اخيره منك للمسؤول ونقول له بص وراعي الاطفال بتاعت المعهد والناس جيران المصرف، وراعي ربنا في شغلك وراعينا احنا كمان معاك في المنظر ده بس. اشكرك. وما زال التحقيق مستمرا. اين المسؤولين من عدم استكمال مصرف الصرف الصحي بقريه ابولدو امام المعهد الازهري بمحافظه البحيره؟ كنا معكم من البحيره السيد عمران. اتجهت كاميرا برنامج قلب الحدث لنقل احتفاليه ولقاء في مدرسه بنكو كوتون، مدرسه ثانويه احدى مدارس التعليم الفني اللي بتعمل بنظام التدريب المزدوج. والفتيات وبنات المدرسة تم تدريبهم عملي من داخل المصنع. هنشوف التقرير مع الزميلة دعاء الحسيني والمصور شمس المصري. نطلع للتقرير ونشوف.
لا نور يا باشا. المايك طيب، المايك فين؟ المايك كان مع ناس. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم متابعي برنامجنا قلب الحدث على قناة نيو دريم الجديدة. بنرحب بكم، والنهارده قناة قلب الحدث، برنامج قلب الحدث بيصور من داخل مدرسة بنك قطن، ودي مدرسة تعليم وتدريب المزدوج. وزيادة في توضيح معنى تعليم التدريب المزدوج، معانا ضيفنا الأستاذ الكريم الأستاذ محمود عبد اللطيف، مدير عام التعليم وتدريب المزدوج بالتعليم الفني. بنرحب بيك أستاذ محمود، أهلا وسهلا. أهلا بيكم. عايزين نوضح للسادة المشاهدين يعني إيه التعليم والتدريب المزدوج، وإيه اللي بيميزه عن التعليم الفني العام، وإيه المميزات اللي بتحصل عليها البنت اللي بتيجي تلتحق بهذا النوع من التعليم، وخاصة إنها بتكون حاصلة على مجموع عالي يمكن أعلى من المجموع اللي بيحصلوا عليه طلبة اللي بيقدموا في الثانوي العام. التعليم المزدوج هي الزواجية في التعليم والتدريب في آن واحد. التعليم بنقوم به في المدرسة، والتدريب بيتم التدريب عليه داخل المؤسسة الإنتاجية في إحدى المصانع طبقا للمهنة اللي مختارها الطالب أو الطالبة. والتعليم المزدوج دوت كانت منحة ألمانية بين الحكومة الألمانية والحكومة المصرية في سنة 1995، ومستمرة لغاية وقتنا، لغاية الوقت الحالي. وتم التوسع في 23 محافظة، عبارة عن 104 مدرسة منتشرين على مستوى الجمهورية. والتجربة اللي احنا فيها اللي هي مدرسة بنك قطن للتعليم والتدريب المزدوج، دي إحدى التجارب اللي هي مدرسة داخل مصنع. عندنا في التعليم المزدوج 33 مدرسة مماثلين لمدرسة بنك قطن. كنت عايزة برضو نوضح للسادة المشاهدين ايه الامتيازات اللي بتحصل عليها البنت او الولد اللي بيلتحق بهذا النوع من التعليم. الامتيازات هي طبعا المهارة والجودة في التدريب، وطبعا بيبقى فيه حافز مادي طالب بيتقاضاه من المصنع، بيختلف من مصنع الى اخر. في طلبة بياخدوا مبالغ بتساعدهم في المصروف وبتوفر على اهاليهم المصاريف الدراسية بتاعتهم. طيب بالتالي اكيد في برضه امتيازات لصاحب المصنع اللي بيكون بيلحق بالمصنع بتاعه مدرسة داخل المصنع بتاعه. ايه الامتيازات اللي بيحصل على صاحب المصنع؟ ما بيكونش في عنده مساوئ يعني او سلبيات او فوضى او ولا هي بتبقى استفادة ايه؟ عايزين نوضح برضه المشاهدين الموضوع ده. هي التربية والتعليم بتتحمل جميع الأعمال الإدارية من مدير مدرسة لهيئة تدريس. هو صاحب المصنع بيوفر المكان، عبارة عن المكان المتاح عنده مجموعة من الفصول والأساس بتاعها. وطبعا الطالب لما بيتدرب عنده الأربع أيام بجانب اليومين النظر داخل المدرسة بيبقى فيه حتة انتماء للمكان، فالولد بيطبع على طبع خط الانتاج اللي موجود عنده والتكنولوجيا اللي موجوده، فبيكون ليه الاولويه في التعيين قبل كده، وبيبقى عنده حريه الاختيار ان هو بياخد اجود الناس اللي هو علمهم. كل ما هو هيدرب صح، كل ما هيخرج طالب متدرب ناجح، ولو ما نفعش عنده هينفع عند غيره. هي ممكن حاجه تانية ان هو يعمل مشروع صغير، بخلاف التدريب داخل المدارس على التجهيزات والمدرسيه اللي هي يعتبر مش مواكبه للتكنولوجيا اللي موجوده دلوقتي. في نهايه لقائنا بنتوجه بالشكر للاستاذ محمود عبد اللطيف، وطبعا بنتمنى مزيد من التفوق لبلدنا والالحاق بالتعليم الصناعي والتعليم الفني، وبنتمنى الخير لمصر كلها. بشكركم اعزائنا المشاهدين تابعي برنامجنا قلب الحدث من قناه نيو دريم الجديده. كانت معكم دعاء. هنروح على محافظه بني سويف، والزميل محسن عيد عمل لنا تقرير لقاء مع مدير عام النقل والطرق مهندس ناصر فراج حول مشاكل الطرق بالمحافظة ومحاولة لإيجاد الحلول لها. نطلع ونشوف التقرير. أعزائي المشاهدين، مشاهدي برنامجنا اليوم، كما عودناكم بطرح المشاكل والتوجه إلى المسؤول لطرح الحلول منه والأخذ الحل المفيد والصريح منه، توجهنا اليوم إلى السيد الأستاذ ناصر محمد فراج مدير عام الطرق والنقل بمحافظة بني سويف لكي نضع أمامه بعض المشاكل ونجد منه بعض الحلول لهذه المشكلات. أهلا وسهلا بحضرتك. يا أهلا وسهلا بيك. أتعرف بحضرتك فندم.
مهندس ناصر فراج، مدير عام الطرق، خريج 89 جامعة القاهرة فرع الفيوم، متزوج ولدي 3 أولاد، فيهم خلص جامعة وفيهم في ثانوية عامة، يعني والامور ماشيه والحمد لله، والاسره متوسطه الحال وجيده كويسه الحمد لله على كل شيء. لا يا فندم، ربنا يزيدك. سعداء أو بمعرفة حضرتك وتشرفنا بحضرتك يا فندم. لدينا بعض الاستفسارات، وتشهد محافظة بني سويف هذه الأيام بعض التطور في منظومة الطرق وبعض الخطط الجديدة. نحب نتعرف على حضرتك ما هي الخطط الجديدة لتطوير منظومة الطرق بمحافظة بني سويف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة قبل ما نتكلم في تنظيم ومنظومة الطرق بنقدم الشكر للسيد الوزير المحافظ المهندس شريف حبيب على الفكر الواعي اللي لما جه. بصراحة بنشتغل بفكر عالي وفكر واعي وتوجيهات من معاليه، بدراسة يعني اتعلمنا منه ان احنا الحاجة الاول تتفحص وتدرس كويس قوي 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 من جميع الجهات ومن جميع الاختصاصات. بدأنا في تنفيذ الخطة الاستثمارية من فترة، أوشكنا على الانتهاء فيها. الخطة الاستثمارية دي هي الخطة الأساسية اللي شغالة وبيخش تحتيها حل المشاكل معظم الناس اللي هي محرومة من طرق أو عندها طرق بتحتاج رصفها من جديد، اللي هي بتخش من ضمن الخطة الاستثمارية. الخطة الاستثمارية دي بتتوضع عن طريق الوحدات المحلية بالاشتراك مع مديرية الطرق. يعني الوحدات المحلية بتشوف احتياجات الطرق عندها ايه، واحتياجات الناس عندها ايه، واحتياجات القرى عندها ايه، تعرضها على مدير الطرق. مدير الطرق بتطلع تعاين وبيبقى ليها وجهة نظر، لا الطريق ده ممكن كذا، لا الطريق ده ممكن نبدله بالطريق ده، من المعاينة المشتركة بين الاثنين. دخلنا في الفترة الأخيرة المجتمع المدني في اختيار بعض الطرق. ايه رأيكم هنوصف كذا وكذا وكذا. الفترة اللي جاية كمان هتشاهد تطور أكتر، لأن أعضاء مجلس النواب الحقيقة هيتدخلوا كمان، هتبقى زي مش لجنة مشتركة، لا هيبقى زي مجتمع شامل وكامل من مدير الطرق مع وحدات محلية مع مجالس نواب، أعضاء مجالس النواب معانا مع مجتمع مدني، بحيث ان احنا نوصل للحاجة اللي لا فيها نقدر نقول ان فيه مجاملة من اي حد ولا الطريق ده اتعمل، لا ده الطريق اللي احتياج فعلا هو اللي هيتم تنفيذه في الفترة اللي جاية. احنا الفترة اللي فاتت اشتغلنا على مستوى المحافظة في ال7 مراكز كلهم في طرق فعلا كانت تحتاج، في طرق كانت في اشد الاحتياج. يمكن اخرها النهارده طريق وانا بشكر معالي المحافظ عليه، طريق دير الحديد، والحقيقة كان مهم جدا جدا هذا الطريق للاهالي في الفشل في دير الحديد. وكان هذا الطريق مهمل من فترة، او مش مهمل من فترة، هو كان فيه بعض المشاكل الكبيرة. بدأنا ان احنا عملنا فيه 1.5 كيلو او 1.4 كيلو بالظبط، واحنا شغالين كان في بعض مشاكل في الكيلو 200 الابقار. وجه معالي المحافظ لسرعة هذه الحلول لهذه المشكلة، وفعلا تواجدنا هناك وحلينا المشاكل وقدرنا نكمل الطريق، ووصل النهارده 2.5 كيلو. ويمكن قبل ما تيجوا مباشرة كان بعض الاهالي جات هنا وشكرت مديرية الطرق على مجهودها في تنفيذ هذا الطريق اللي نقل دير الحديد. دي قرية كبيرة ومجموعة عزب حواليها، نقلتهم نقلة جامدة كده، كانوا بيشتكوا من ده طريق واحد من ضمن مجموعة طرق. احنا عاملين السنة دي حوالي 27 طريق على مستوى المحافظة، عاملين حوالي 42 شارع على مستوى الوحدات المحلية في جميع المراكز. جملة الاستثمارات وصلت ملايين، يعني وصلنا لحاجة و60 مليون. الخطة الاستثمارية كانت ب 47 مليون، وأضيفت حوالي 15 مليون لخطة إضافية. معالي المحافظ قال لا احتياجات الناس مهمة ولازم نحل بقدر الإمكان وبقدر الإمكانيات اللي موجودة، يعني طلبات جماهيرية كبيرة، وفعلا من ضمنهم دير الحديد اللي احنا اتكلمنا فيه. الخطة الجديدة بنحطها في الأيام اللي جاية دي، بنحطها وقلنا بالاشتراك مع جميع الجهات اللي سابق ذكرها، وبنعدها. بتبدأ الخطة الجديدة في شهر 7 إن شاء الله بإذن الله، الفترة اللي جاية دي إن شاء الله. بجانب هذه الحاجات برضو فيه حاجات تانية، أهمها تطوير بعض الشوارع. تطوير بعض الشوارع، دخلنا في الشارع حيوي في محافظة بني سويف. هذا الشارع كان بيعاني معاناة شديدة من تكدس السيارات وسوء الحالة المرورية، ودي كانت ملحوظة جامدة أو كبيرة، وكانت عاملة مشكلة كبيرة لأن الشوارع ثابتة، العربيات بتزداد، المرور بدأ
ما يقدرش يسيطر على الوضع في تكدساته المروريه. شارع صلاح سالم. شارع صلاح سالم وبعض النقاط الثانيه، لكن هو صلاح سالم هو المهم، لان كان فيه بنقول لهم هم حوالي 6 نقط ساخنين جدا في صلاح سالم. اتحلوا ال6 نقط دول بتطوير شارع صلاح سالم. يمكن لو ما نلاحظ بره بالتصوير هتشوف الشغل والتطوير اللي حصل فيه. احنا بنطور صلاح سالم ليتلائم ويتمشى مع حركة مرور السيارات فيه، بجانب ان احنا بنجمله وبنخليه بشكل حضاري، بجانب ان احنا هنعمل ممرات للمشاة للناس كبار السن، بحيث ان هم ما بيقدروش يطلعوا على الجزيرة اللي في النص، لا هنعمل لهم ممرات على الارض او شبه مستوي ترتفع حاجات بسيطة جدا جدا جدا. هنعمل حواجز في وسط هذه المشايات حديد، بحيث ان احنا نمنع حركة التريسيكلات والحاجات التقيلة اللي ممكن تعدي وتعمل مشاكل مرورية. هو احنا بنمنع ده ليه؟ علشان احنا خايفين عليهم. يعني هو الواحد لما يعدي بموتوسيكل او بتريسيكل في وضع مخالف، ما هو ممكن يعرض لحادثة ويعرض لمشكلة، فاحنا بنحافظ عليه من نفسه. فاحنا بنحط الحدايد دي عشان تمنع مرور الحاجات او النقل البطيء، لكن تسمح بمرور المشاة. فعايزين برضه الناس تتفهم هذا الامر كويس، واحنا مش ضد اي حد ان واحد بيسوق موتوسيكل او بيسوق تريسيكل، مش ضده ان هو يعدي من اقرب نقطه، ولكن بنخاف عليه من نفسه. فاحنا بنعمل حواجز حديديه بجانب ممر لهذه المشاة، ويكون على يعني في مستوى حضاري لائق ان شاء الله باذن الله بالنسبه لصلاح سالم ان شاء الله باذن الله. كم تكلفه مشروع صلاح سالم وميزانيته اللي هي موضوعه لحتى الانتهاء؟ هو صلاح سالم كنا حاطين ان احنا هنشتغل صلاح سالم بس، لكن اثناء التنفيذ لقينا فيه جزء كبير في اشد الاحتياج للعمل فيه، وهو من صلاح سالم من العبور لحد بعد مزلقان عزمي. بعد مزلقان عزمي كان في تكدسات مروريه رهيبه جدا جدا في هذه النقطه، وخاصه اثناء قفل المزلقان، وكنا بنلاقي ان الطريق كله مقفول. فقدرنا ان احنا نوسع بعض الارصفه في الجزيره اللي في النص وبعض الارصفه الجانبيه، اللي قدرنا ان احنا نعمل حاره جديده خالص بعيده عن الحركه بتاعه المزلقان، بحيث ان هي تمشي حركه على طول. اللي ما واقف للمزلقان وهو منتظر المزلقان ما يتعارضش ويجعل او يجبر اللي جاي وعاوز يمشي على طول انه ينتظر برضه المسافه دي. ففتحنا حاره مخصصه للمشي على طول. التكلفه المبدئيه المتوقعه 2,900,000 لصلاح سالم، والجزء الاضافه ليه ان شاء الله باذن الله ده حوالي نص كيلو، يعني بنتكلم في 2 كيلو من تطوير ارصفه وبردورات وانترلوك واسفلت رصف لبعض الاجزاء او لمعظم الاجزاء فيه ان شاء الله باذن الله. المده الزمنيه المحدده للانتهاء من مشروع تطوير ميدان العبور بصلاح سالم؟ والمده الزمنيه كان المفروض هتبقى 2.5 شهر. معالي المحافظ ضغط جدا جدا جدا، ان شاء الله هنخلصها في حدود 1.5 شهر، من 1.5 لشهرين بالكتير قوي. اوشكت على الانتهاء قدامها يعني اسبوع او 10 ايام، هنخلص قبل المده بحوالي نص شهر فعلا. المحافظ مستعجل على هذا الطريق بما يمثل من حركه في هذا الشارع الحيوي بيأثر على جميع المارة وجميع الجمهور، فمعاليه موجه بسرعة الانتهاء منه في أقصى سرعة. هو كان محدد ليه 2.5 شهر، لا هنخلص إن شاء الله بإذن الله قبل هذه الفترة بكتير. يمكن قدامنا بالكتير قوي أسبوع أو 10 أيام إن شاء الله بإذن الله، والوضع يكون شبه منتهي إن شاء الله بإذن الله. بالنسبة للطرق الإقليمية والطرق اللي هي اللي تعتبر في العزب والنجوع، جات لنا بعض الشكاوى من الأهالي في مناشئ أبو صير التابعة لمركز الواسطة، زي عزب أبو الجود وحسن نامة والجوارحية والحميدي وأبو خطاب. حضرتك بيشتكوا الأهالي من عدم رصف الطريق الواصل بين هذه العزب وبين مناشئ أبو صير وبين أبو صير نفسها، لدرجة إن هم بيقولوا إن الأطفال بيعاني من الوصول للمدارس، وإنهم لو في حد مريض بيتعبوا وما بيعرفوش يوصلوا المرضى بتوعتهم للمستشفى بسبب الطرق. وبس قبل ما نخش في هذه النقطة أحب أوجه برضو إن إحنا ما بنطورش في محافظة بني سويف. يمكن إحنا شارع صلاح سالم بنطور فيه هنا في المحافظة في المدينة الأم، لكن المراكز لها نصيب في هذا التطوير. إحنا طورنا في مركز الواسطة طريق او شارع سعد زغلول اللي هو بيمر في وسط البلد، وكان فيه برضه مشكله فيه قدام المزلقان، والحمد لله برضه خططناها مروريا وتم توسعه الطريق هناك وبقى بحاله جيده،
وسهل الحركه هناك كتير في الواسطه، يمكن اهالي الواسطه حسوا بيها هناك. بالنسبه للسؤال اللي معاليك بتساله دلوقتي، الطرق، في طرق بتبقى مضمومه لمديريه الطرق، وفي مش هقول طرق، فيه بعض المدقات او بعض المسارات اللي بتبقى مش مضمومه لمديريه الطرق. هذه المسارات انشئت نتيجه تواجد بعض الناس وتكاثر بعض الناس في اماكن معينه. احنا عندنا بالنسبه للحاجات دي او الطرق دي او للمدقات دي او للمسارات دي مسارات ليس لها نهايه، مسارات كتيره جدا جدا. طيب احنا بنمسك المسارات اللي لها اولويات. مبدئيا بنبدا من رقم 1 الوحده المحليه. الوحده المحليه بتبدا تشوف هذا المسار هل يصلح او لا يصلح بالنسبه للعرض بتاعه، هل بيؤدي ان هو بيخدم ناس كتيره ولا لا. طيب ده علشان اضمه لمديريه الطرق دي رقم 1. مديريه الطرق لها اشتراطات في هذا الضم، ان عرض الطريق ما يقلش عن 8 متر ونص. ده رقم 1، وده النقطه الاساسيه وهي نقطه الخلاف. هذا الطريق لو هو عرضه 8 متر ونص مباشره هيجيب المستندات وهيعمل فصل الحد عن طريق المساحه لهذا الطريق، بحيث ان يسلمني طريق عرضه 8 متر ونص، ومن هنا مديريه الطرق بتبقى مسؤوله عن اشرافه بالكامل، وبيخش في اي خطه مستقبليه في خطه الرصف. بتبدا الاجراءات دي من الوحده المحليه او الوحده القرويه التابع لها هذه القرى، وبيروحوا هل الاهالي عندهم استعداد لهذا الموضوع. بيروحوا الاهالي لو هم عارفين ان الشارع ضيق او الطريق ضيق، بياخدوا من له ارض على هذا الطريق او على هذا المسار، ويقدر يتنازل عن جزء بحيث ان يوصل الطريق للعرض المناسب، وبيبدا الوحده المحليه تاخد اجراءاتها. من هنا بنبدا مديريه الطرق حتى لو ما فيش اعتمادات ماليه في الفتره الحاليه، لو مديريه الطرق انضم لها هذا الطريق بتبدا تمهده، تبعت المعدات بتاعتها من جريدر او لودر او بتاع لتمهيده وتسويته، واحيانا بنجيب مواد محجريه من الجبل ونوصل الطريق لمرحله ان هو ممهد جدا 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 وممهد للرصف. لكن انا ما بقدرش اتدخل في هذه القصه، لان احنا تدخلنا كتير لحل هذه المشاكل. اللي بنقدر نحله بنحله، لكن بيطلع بعض الناس بتعترض علينا، وبعض المزارعين بيعترضوا علينا، واللي يقول لك لا ده التراب ده دخل عندي، انت دخلت عندي نص متر، الطوب ده وقع عندي، انت قفلت. فبنقدرش نتدخل الا لما الطريق يتضم لمديريه الطرق، عشان ليه يبقى ليا الصفه القانونيه ان انا اتعامل مع اي واحد يعترض اثناء تنفيذ شغلي. فبنبدا الاول من الوحده المحليه، ليهم طلب بيقدموه، بيساعدوا معانا الاهالي ان احنا عايزين يا جماعه نوصل الطريق ده لعرض 8 متر او 8 ونص، علشان اقدر اخد اجراءات ان انا ادخله في خطه رصف اللي جاي ان شاء الله باذن الله. ما هي المعوقات اللي بتقابل حضرتك هنا كمسؤول عن الطرق والنقل هنا في بني سويف؟ والله المعوقات ما نقدرش نقول معوقات، هنقدر نقول ان احنا عايزين تكاتف الاهالي والناس معانا. في مشكلتين اساسيتين، هتكلم عن المشكله اللي في ايد المواطن وسهل يعملها، ان بتقابلنا المطبات العشوائيه. طبعا المطبات العشوائيه اللي يشوفها يقول ده مديريه الطرق، لكن مديريه الطرق بتعمل مطبات الى حد ما بنقول مطبات كويسه، مطبات بمواصفات معينه باوضاع معينه بتسمح بتهدئه الحركه. لكن بعض الاهالي بيقوموا بتغيير ملامح هذه المطبات برفعها بحيث ان هي توقف الحركه تماما. بيجوا بعض الناس تشتكي ان المطبات عاليه او علاوه على ذلك مطبات عشوائيه بتتعمل في اماكن يعني معلش بتبقى في بيوت مستحدثه، بيوت كذا، فكل واحد بيعمل مطب قدام البيت عنده على طريق حيوي او طريق رئيسي. بتمنى وده رجاء لجميع الاهالي ان هم يساعدونا في هذا المطلب، ان بلاش يا جماعه المطبات العشوائيه اللي بتتعمل على الطرق، لانها بتاثر على الطريق، بتاثر على المركبه اللي ماشيه، بتاثر على ارواح الناس اللي ماشيه. ممكن واحد مش واخد باله الموتوسيكل يتقلب، او لا قدر الله، او عربيه تعمل حادثه، او عربيه تتاثر عفشتها من تحت نتيجه المطبات العشوائيه. فبرجو ان الناس تساعد معانا، مش في كل 10 متر مطب، لا المطبات تتعمل في اماكن الى حد ما تبقى معقوله وتتعمل بطريقه معينه وتحت اشراف مديريه الطرق. الحاجات التانية الحقيقه بتقابلنا مشاكل، بس مشاكل بتكون صعبه ومشاكل مهمه جدا. هو الانهيارات اللي بتحصل في جوانب المصارف والترع. المصارف بتبقى عمقها يوصل لحوالي 8 و9 متر،
وأرجو مساعدة إدارات الري وإدارات الصرف معانا للوصول للتغلب على هذه المشاكل. طبعا المشاكل بتفضل مستمرة، لكن احنا بنحاول من جانبنا ان احنا بنتغلب على بعض هذه المشاكل او حلول مؤقتة لهذه المشاكل، لان الحل الجذري بيتكلف مبالغ طائلة. حلول ان انا اعمل حوائط سندة لجوانب هذه المصارف اللي بتنهار فيها الترع، فبنضطر ان احنا نطلع بالمعدات بتاعتنا وبنردم او ناخد اجزاء من هذه المصارف للحفاظ على الطريق بقدر الامكان. لكن ارجو ان ادارات الصرف وادارات الري تتعاون معنا مع الوحدات المحليه تحط تكاسي لهذه المصارف في خطتها الاستثماريه ان شاء الله باذن الله. بس العرب معانا إسلام علي مبروك، حالة إنسانية. إسلام لا يتسول، إسلام بيطلب حقه في العلاج. معانا أخته النهاردة نتعرف معاها. اشرحي لي حالة إسلام. إسلام من هو صغير كان جات له سخونية وعملت له صفرة، وبعدين وديناه المستشفى فوزي معاذ ودخلوه الحضانة، بس أخد كهرباء زيادة عن المخ وأثرت له على الجزء اللي هو موصل الأطراف الأربعة دي ورجليه. يعني هو اتولد طبيعي لكن خطأ خلاه في الحالة دي. أيوة كان خطأ إن هما لا مش السخونية، الكهرباء زيادة عن المخ، لأنه ما اتحط في الحضانة كان المفروض يعني طلع قبل ما يطلع بالميعاد بيومين، اتأخر يومين في الحضانة فأخد كهرباء زيادة عن المخ. المهم بعد كده جينا نعمل علاج طبيعي، عملوا له فصل في الحوض وفي دراعه وفي كتفه الشمال من فوق وفي رجليه، عملوا له الفصل العصب عن بعضه، المفصل ده من هو بيبي، يعني هو طفل عملتوا له المهم احنا ما رحنا لدكاتره كتير وعرضناه على دكاتره كتير وقالوا ان هو مصاب بشلل رباعي في الاطراف الاربعه، وان هو يتعمل له عمليات ضخ في العظام، علشان بس العمليات دي مكلفه جدا نتسول ومش محتاجين اي حاجه من حد لينا خاصه، احنا بس كل اللي احنا محتاجينه حد يعالج اسلام وعلى نفقه الدوله، حد مش محتاجين من حد خاص. والدتي اسلام طلباتك ايه وشايفه الحاله ازاي؟ عالجه بس، حتى مش عايزه من حاجه ابدا من ربنا غير يقعد او ينعم نفسه حتى ياكل بايده، بس مش هيبقى بني ادم طبيعي زي ما انا كنت عايزه. وعنده كام سنه؟ هو عنده 16 ونص ماشي في 17، حتى يقعد او يتحرك زي ما هو نايم كده طول عليا وانا مش ضامنه عمري، ما اضمنش نفسي وهي دي اللي بتعيني فيه. أنا بوجه صوتي لكل المسؤولين وكل اللي شافوا حالة إسلام وكل أصحاب القلوب الرحيمة. إسلام وأسرته مش بيطلبوا معونة أو تسول من حد، هم عايزين يعالجوه ويشوفوه طفل طبيعي قدامهم. عشان حتى لو نبتسم كده مش لاقيه مفيش إلا ديت اللي معيش فيها غيرها. كان معكم أماني علام.